السلام عليكم. أحيانا لما بنقف في مكان لوحدنا ويكون المكان هادي، مفيش صوت ولا حركة، بنحس بخوف من غير سبب، وتلاقي قلبك بيدق أسرع وأفكارك تتلخبط وتحس إنك مش لوحدك في المكان أو أكن حد معاك. السؤال هنا، هل المكان ده مسكون ولا دماغك هو اللي بيتلاعب بيك؟ في الفيديو ده مش هنتكلم عن جن ولا أشباح، احنا هنتكلم عن أماكن حقيقية على كوكب الأرض، أماكن بتأثر على العقل البشري وتكسر الإحساس بالوقت وتخلي الإنسان يشك في اللي هو شايفه وحاسس بيه. الأماكن دي دخلها ناس طبيعيين وخرجوا منها ناس تانية خالص. جهز مشروبك وركب سماعتك، لأن اللي جاي معلومات هتصدمك عمرك ما سمعتها. بس قبل ما أقولك الأماكن، لازم نفهم حاجة مهمة. العقل البشري مش بيشتغل لوحده، هو دايما متأثر بأكتر من حاجة: الإضاءة اللي حواليه، المجال المغناطيسي، العزلة، الصمت أو الضوضاء غير المنتظمة، وكمان التاريخ المرتبط بالمكان. في أماكن معينة العوامل دي بتجتمع فيها مع بعض فتعمل حاجة اسمها تشويه إدراكي. يعني إيه؟ يعني دماغك يبدأ يفسر الشيء الطبيعي كتهديد، يسمع أصوات مش موجودة، يحس بوجود شخص تاني، ويضخم الخوف بدون سبب حقيقي. ودلوقتي تعالى نبدأ الرحلة. أول مكان، مثلث برمودا، المكان اللي بيكسر الإحساس بالواقع. مثلث برمودا اللي ما يعرفش، ده مكان اختفى فيه سفن وطائرات وملقوش لهم أي أثر، لكن اللغز اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الناجين من المرور بالمكان ده حكوا عن حاجة أخطر بكتير، إنهم حسوا إن الوقت وقف والأجهزة بتبوظ فجأة، ودوخة حادة وخوف مفاجئ من غير سبب. علماء الأعصاب رجحوا إن المجال المغناطيسي في المنطقة دي غير مستقر، وده بيأثر مباشر على الفص الصدغي في المخ، الفص المسؤول عن الإحساس بالمكان وإدراك الاتجاه والشعور بالأمان. يعني المكان مش بيغرقك، المكان بيشوش عقلك فقط. تاني مكان، غابة أوكيغاهارا، غابة الصمت. غابة أوكيغاهارا في اليابان معروفة باسم غابة الصمت. اللي يدخل الغابة دي بيلاحظ حاجة غريبة: الصمت مش مريح، والصوت بيختفي، والاتجاهات بتتلخبط، والسبب إن الأرض مليانة حديد بركاني بيشوش على البوصلة وبيأثر على الإحساس بالمسافة. لكن الأخطر من كده العزلة التامة. العقل البشري لما يدخل مكان ما فيهوش أصوات طبيعية، ما فيهوش طيور ولا حركة، يبدأ يسمع نفسه، وأحيانا يسمع حاجات مش موجودة. تالت مكان، غابة هويا باكيو، المكان اللي بيشوه الإدراك. الغابة دي اتسمت بأكتر مكان مربك للعقل في أوروبا. ناس كتير دخلوا الغابة خرجوا بعد ساعات فاكرين إنهم دقايق، فقدوا الإحساس بالزمن وشافوا أضواء بدون مصدر. لكن علميا الغابة فعلا فيها تشوهات في الموجات الكهرومغناطيسية وأشكال أشجار غير طبيعية، والأغرب في ظلال بتتحرك مع الإضاءة الغريبة. العقل هنا بيعمل إيه؟ بيحاول يفسر، ولما ما يلاقيش تفسير يبدأ يخلق تفسير. وصلنا للمكان الرابع، وهو من أخطر الأماكن معانا النهاردة: جزيرة الدمي. الخوف اللي بيزرع نفسه في دماغك. جزيرة مليانة دمي متعلقة في كل حتة. الدمية لوحدها مش مرعبة، لكن العدد والنظرات والعشوائية اللي محطوطة بيها. العقل البشري مبرمج على ايه؟ انه يقرأ الوجوه اللي قدامه ويفسر العيون. لكن لما تشوف مئات الوجوه الجامدة، مخك بيحاول يفهم، هي بتبصلي؟ طيب اتحركت؟ وده بيخلق حالة اسمها ترقب زائد وتوتر مستمر. الخوف هنا مش في الدمية، الخوف جوه دماغك. خامسا، مدينة بريبيات، الرعب الصامت. مدينة كاملة، مدارس وألعاب وبيوت، بس مفيش بشر. العقل لما يشوف مكان معمول للحياة لكن فاضي، يحصل تصادم ذهني، تحس إن في حاجة ناقصة، في حاجة غلط، وتتوقع إن في خطر رغم الهدوء. وده يسبب قلق، هلوسة بسيطة، إحساس بالمراقبة. طيب الأماكن دي شريرة؟ الحقيقة لا، الأماكن دي مش واعية ومش كائنات، لكنها بتضغط على نقط ضعف في العقل البشري.
العقل بيكره الغموض وبيكره الصمت وما يحبش فقدان السيطرة، يحب يبقى مسيطر. ولما تحطه في بيئة غير مألوفة أو غير مستقرة مليانة تاريخ مظلم يبدأ ينهار بهدوء. والسؤال الحقيقي مش هل الأماكن دي مسكونة، السؤال الأخطر والأصح هل عقل الإنسان مستعد يواجه الفراغ؟ ونفهم من كده إن أكتر مكان مرعب في العالم مش غابة ولا جزيرة ولا مدينة مهجورة، أكتر مكان مرعب هو دماغك. أيوة يا صديقي، لما بيفقد الإحساس بالأمان. ولو حسيت يوم إن مكان معين بيخليك متوتر ومش مرتاح، صدقني المكان مش بيلعب عليك، عقلك هو اللي دخلك اللعبة. وكده خلصت حلقتنا، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك الحلقات الجاية. سلام.